بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن شخصية محبوبة ومعروفة في مدينة وهران، ألا وهي الشخصية الدينية للشيخ عبد القادر الزبير رحمه الله. يعتبر المرحوم الشيخ عبد القادر الزبير من الشخصيات المحبوبة لدى سكان وهران والولايات المجاورة. ولد الشيخ سنة 1927 بولاية سيدي بالعباس. عاش حياة بسيطة جعلت منه رجلا قويا وعصاميا. تعلم القرآن في سن مبكرة، ودرس بالمدرسة الفرنسية وتحصل على شهادة التعليم الابتدائي، ثم تتلمذ على الشيخ الفاضل الجليل بالكابو، ثم واصل دراسته بجامعة القرويين بالمغرب الشقيق من سنة 1944 إلى سنة 1955. من سنة 1944 إلى سنة 1951، ثم عاد إلى الوطن الجزائر واشتغل بالتعليم في مدارس جمعية العلماء المسلمين. وبعد ذلك في سنة 1958 قامت السلطات الفرنسية بإغلاق جميع المدارس الدينية وجميع المساجد التابعين لجمعية العلماء المسلمين، فقامت جبهة التحرير الوطني بتكليف الشيخ الفاضل بمهمة في المغرب الشقيق. وعند الاستقلال عاد إلى الجزائر وعين أستاذا بثانوية لطفي، وإماما خطيبا بجامع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحمل، ثم عين مفتشا بوزارة الشؤون الدينية لمدينة وهران، ثم مفتشا عاما، ثم أحيل على التقاعد في سنة 1991. التقاعد لم يؤثر على شخصية عبد القادر الزبير، بل ازداد نشاطا، واتخذ من مسجد عبد الله بن سلام مقرا لدعوته، وكان يفسر القرآن باللغة العربية الفصحى وبالدارجة اللغة العامية وباللغة الفرنسية، وذلك لإتقانه اللغة الفرنسية. وساهم في النهضة الإسلامية في الجزائر. كلف بمهمة في المهجر، وهذا لإتقانه اللغة الفرنسية. ثم توفى الشيخ الجليل في سنة 2006 وانتقل إلى رحمة الله. وإن كان الرجل قد انتقل إلى رحمة الله، فإن ذكراه باقية، وعلمه باق، وأتباعه باقيين، وهو يعتبر من الشخصيات الكبرى والعظيمة لمدينة وهران التي تفتخر به وبشخصيات أخرى. إخواني، كما وعدتكم، هو التعريف بشخصيات وعلماء ومعالم مدينة وهران. هذه محاولة، أرجو منكم إذا أعجبكم الفيديو أن تقوموا بتوزيعه، يعني ديروا بارتاج، وأفيدونا إن كانت هناك نقائص، أفيدونا حتى نتعلم ونفيد ونستفيد، وجزاكم الله خيرا.